وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويكون يومكم مليان بالتوفيق والامل والمغفره. النهارده بقى معاكم في فيديو جديد، بس قبل ما نشوف الفيديو بتاعنا يا ريت لو انتوا لسه جديد على القناه وما اشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل كل جديد من كده. مع بعض البصاره دي اكله بتاعت زمان، بتاع امهاتنا وجدودنا، بتاعت ريحه زمان. بصراحه في ناس كتير ما بلهاش بتعملها او نسيتها خالص. انا بقى جات لكم في قناتي عشان افكركم بالبصاره، وهقول لكم اثار وتكات حلوه جدا جدا، وايه اللي بيخلي لون البصاره اخضر. هقول لكم اول حاجه كده في مقاديرنا. عندي نص كيلو من فول مدشوش. الفول ده انا جبته من عند العطار. انت بتروح عند العطار، لو ناس ما تعرفش قولوا عايزه فول مدشوش. الفول ده اللي هو بيتعمل ايه؟ طعميه، عجينه طعميه. انا جبته وغسلته كويس. لازم تغسليه مره واثنين وثلاثه لحد ما تلاقي الميه بتاعته تحس ان هي رايقه كده وبيضه زي ما انتم شايفينها كده. تمام. هسيبها لتاني يوم. بعد تاني يوم بقى انا رحت على الميه شطفته وحطيت فيه ميه تانية نضيفه. عندي كوبايه من الكزبره، وعندي كوبايه كمان من البقدونس، وعندي بصلايه صغيره، وعندي كمان فصين توم. دول الحاجات اللي انا هحطها في الحله. نزلت كده بالمدشوش وبعد كده نزلت فيه بالحله. عندي بقى الكزبره هاخد منها نصها، والبقدونس هاخد منه نصه. في ناس هتقول لي طب انت ليه ما حطيتش الطبق كله؟ هقول لكم دلوقتي، بس توعوني في نص الفيديو وانا هحكي لكم انا ما حطيتش كميه الخضره كلها ليه. ونزلت بالبصل ونزلت كمان بالثوم. هجيب بقى الميه كده وابتدي ان انا احط الميه كده في قلب الحله. انا عايزه بس الميه تغطي لي بس الفول المدشوش، ما فيش اكتر من كده يعني، ما تزودهوش عشان لو زودتيه هتلاقي البصاره معاك خفيفه ومش هتربط. يعني بمعنى اصح مش هتكون تقيله معاكي في الطبق، هتكون خفيفه. حتى لو فضلت تاني يوم هتفضل خفيفه في الطبق عشان انت خففتيها بالميه. يا دوب بس تغطي الفول وبعد كده خلاص. هغطيتها بقى واسيبها لحد ما تغلى، وبعد ما تغلى هنشوف هنعمل ايه. بعد كده بقى ما غليت معايا اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قلت بقى انا هوارب الغطا لاني ما وربتوش. لو انا ما وربتش الغطا هيحصل كارثه على البوتاجاز، واحنا في غنى عن الحاجات دي خالص. خلاص تمام كده. بعدها بقى كده بنص ساعه قلت كده اما اشوفه استوى ولا لا. مسكت واحده كده، قلت اما اكسرها كده اشوفها هتتكسر معايا. لقيتها خلاص يعني حاجات بسيطه ومعناها يستوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا معلقه كبيره كده من الملوخيه اللي هي الناشفه دي، انا منشفاها. عايزه اقول لكم دي برضو بتخلي لون البصاره اخضر وما بتغيرش الطعم، لا ده بتخلي طعم البصاره احلى واحلى. كنت تقول لي طب الملوخيه دي مش هتمرر البصاره؟ لا اطلاقا، لا ده بتحليها وبتخليها جميله. تمام. لو ما عندكيش الملوخيه ممكن تاخدي يعني حاجات بسيطه كده من النعناع عشان تديها ريحه. هنا بقى شفتوا بقى يا جماعه البقدونس والكزبره اللي انا شلتهم على جنب. خلاص الفول معايا استوى كده، يعني لسه له كده 3 دقايق واطفي عليه. قلت بقى احط بقى الخضره دي، عشان الخضره دي اما اجي اطفي عليها الاقي لونه اخضر كده محتفظه بشكلها. شفت قبل ما نحط الخضره كان لونه بهتان ازاي؟ لا كان لونه مش حلو. فاحنا بقى بنحط دي قبل ما نطفي عليها عشان يفضل محتفظ بلونه الاخضر الحلو. هنا بقى جبت بصلايه متوسطه، وعندي كمان معلقه كبيره كده من الدقيق عشان عايزين البصل مكرمل وناشف في نفس الوقت. الدقيق ده عامله ان هو ما بيخليش يشرب زيت قوي. حطيت طاسه كده على النار وحطيت كده كمان شويه من الزيت. زي ما احنا عارفين ان الدنيا غاليه والزيت غالي فما كترتش. ومعلقه كمان من السمنه. طب ليه يا ام جانا حطيت السمنه؟ عايزه اقول لك بتفرق جدا جدا في طعم البصاره. الاسرار والتكات في اعمال البصاره مش هتلاقيها غير عند ام جانا.
تمام. فين ان الخضره كده واقفه على باب البوتاجاز، محدش كده يعرفني ولا يكتب لي كومنت ما خدتش بالي دلوقتي الا وانا بمنتج الفيديو. تمام. هنا بقى بعد ما كده السمنه معايا ساحت والزيت سخن، نزلت كده ايه بقى بالبصله. هفضل بقى كده اشوح فيها لحد ما تديني لون البصل اللي هو البصل بتاع الكشري. طب انا ليه بقى عملت كده بقى البصله دي؟ عايزه اقول لكم في كنز بقى، كلكم اكتبوا في الكومنتات قبل ما اقول. في كنز بقى هيخلي البصاره تروح في حته تانية خالص غير اللي انتوا تعرفوها. هقول لكم دلوقتي عليه، بس قبل ما اقول اكتبوا في الكومنتات ايه هي. هنا بقى بعد كده ما الفول معايا برد، بدات ان انا انزل بيه كده في قلب ايه شفشق الخلاط. زي ما انتم شايفين هي لونها اخضر ازاي، لو انا ما كنت حطيت الخضره كلها هتلاقي لونها يعني تحس ان هي إيه اللهم صل على النبي، تحس ان الخضره بتاعتك كده من زمان في التلاجة او بايظه. فاهمين قصدي ايه؟ بدات بقى ان انا اضرب فيها، ضربت بقى الكميه كلها وسبتها على جنب. هنا بقى البصله بتاعتي بعد كده ما خدت اللون الجامد ده، عندي بقى معلقه كبيره من الثوم. يا الله على الجمال، يا الله على الكنز والحلويات اللي انت بتحطها دي يا ام جنى. انت عماله تبهرينا بشطارتك وبحلاوتك وبالحاجات الحلوه اللي انت عماله تعملها لنا. كل التومه لما اتحطت مع البصله ودتها في حته تانية خالص، مديها نفس كده وحلوه جدا. في ناس بقى اللي مركزه كده معايا كده وايه ومخها شغال هتقول لي ليه يا ام جنى انت حطيتي التومه بعد ما البصله احمرت؟ هقول لكم انا حطيتها ليه. لان لو حطيت التومه في الاول التومه هتاخد لون وهتتحرق معايا بسرعه لما اجي احط البصله، فاللي بياخد وقت ايه الاكتر البصله. فانا يا دوب البصله اتشوحت وخدت لون، حطيت ايه معاها التوم يا دوب بس كده ثواني كده بسيطه بلاقي التوم ايه معانا بقى ذهبي كده وحلو. ان انا اخد كده البصل واصفيه كده من اي زيوت واركنه بقى على جنب. معانا بقى الكينج والسر بتاعنا، الناس الشاطره هي اللي كانت هتقول الاول. عايزه اقول لكم بقى اللي بيخلي البصاره في حته تانية اللهم صل على النبي الزيت بتاع البصل. فاكرين ما بنيجي نعمل كشري المصري مش اول حاجه بنعملها البصله عشان ناخد منها في البصل؟ دي نفس النظام. عايزه اقول لكم لو انتم ما حطيتوش التكيه دي، عايزه اقول لكم ان البصاره مش هتطلع طعمها حلو زي اللي انا بقوله ده. تمام. هنا بقى كده بعد كده ما سخنت معايا نزلت كده بنص اللي احنا عملناه مع بعض البصله مع الثوم. عايزه اقول لكم تحفه تحفه. كمان الوصفات والاثار والتكات مش هتلاقيها غير عند قناه افكار ام جنى. هنا بقى كده هحط بقى التوابل بتاعتنا عباره عن ايه. نص معلقه صغيره من الكمون ونص معلقه صغيره من الكزبره. الكزبره دي كنت المفروض احطها فين؟ اللهم صل على النبي، كنت المفروض احطها في البصله بس انا نسيت خالص فقلت ايه احطها في البصاره. وحطيت كمان ملح. البصاره يا جماعه ما بتحطلهاش فلفل اسمر عشان نكون واضحين واخدين بالنا كويس. تمام. هنا بقى ممكن تحط شطه ناشفه لو حبايه ايه سبايسي شويه، بس ما كانش فيه شطه فقلت ايه يلا خلاص مش مشكله. هنا بقى فضلت اقلب فيها كده، كل ما اقلب كل ما تتقل. زي ما انتم شايفين القوام كل مدى بيتقل كل مدى بيتقل، ولا في تخريزات ولا في تكتلات، لا زي ما انتم شايفين كده نازله ما شاء الله زي العسل وزي السكر. بجد بجد الريحة تحفة، وتحس ان هي كده ايه بتفكرك بايام زمان كده بريحة امهاتنا الجميلة. بتحس ان البيت كده ريحته حلوة. بتحسس ان البيت كمان دافي كده وجميل. بتحسسني بالزمن الجميل اللي عمره ما هيرجع تاني. زي ما بيقول ايه قول لي الزمن يرجع يا زمان، فعلا عمر الزمن ما هيرجع تاني. ودي اكله اقتصاديه، اكله خفيفه على الناس. يعني عارفين ان الدنيا غاليه، وفي ناس هتقول لي خلاص برضو الفول المدشوش ما عادش رخيص. فعلا الفول المدشوش بقى غالي جدا، ما عادش فيه حاجه رخيصه خالص. ربنا يتولانا يا رب كده برحمته. هنا جبت الاطباق وبدات ان انا اغرف كده اهو زي ما انتم شايفين. شايفين العسل، شايفين الجمال، شايفين اللون عامل ازاي. خلصت بقى كده الكميه كلها زي ما انتم شايفين اللهم صل على النبي. نص كيلو عمل معايا كميه محترمه جدا من البصاره. ممكن لو انت قاعده في بيت عيله او ممكن انتوا كتير ممكن تزودي تخلي فول مدشوش بدل ما هو نص تخليه كيلو. يعني لو انتوا عيله كبيره يعني ممكن تزودي المقدار. هنا بقى شكل الاطباق بقى بعد ما غرفناه، شايفين الجمال، شايفين الشكل، والله الشكل كده يفتح النفس. بعد كده ما سبتها بردت كده حوالي 3 دقايق بدات احط فيها ايه البصل كده على الوش. لكن لو انا حطيتها وهي سخنه البصل هيطرى وينزل تحت. فاهمين قصدي ايه؟ خلاص بقى دي كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وقدرت افيدكم حتى لو بمعلومه بسيطه. مستنيه بقى اللايكات العسل، ومستنيه كمان كومنتاتكم الجميله اللي بتديني حافز وتشجيع ان انا انزل لكم فيديوهات احلى واحلى. وكمان مستنيه كمان رايكم في الفيديو. ربنا يكبر بخاطركم زي ما جبرتوا بخاطري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله وحفظ الله.